ابو زايد منورنا الفنان التشكيل الجميل. انا عايز اقول لك انا مبسوط ان انا شفتك النهارده. انت بتعمل ايه هنا؟ بنعمل هنا بنحتفل النهارده الفرح، النهارده الليله الكبيره من يوم 30 ومن قبل يوم 30 الاستعدادات اللي قبلها، اسبوع الحشد اللي احنا قلنا عليه، حشد في كل مكان في كل شبر في ارض مصر، في كل المحافظات، حمله تمرد بنشكرها جدا على المجهود اللي هي عملته طول الفتره اللي فاتت دي. وصلنا لاكثر من 22 مليون توقيع. الفكره نشأت من توكيلات سعد زغلول بتاعت زمان ضد الانجليز. الفكره كانت بدايتها اتولدت من هنا. قلنا طيب احنا دلوقتي في احتلال وكنا في احتلال، طيب ما نشوف الشعب المصري هيسيب مصر تضيع؟ هيسيب مصر لجماعه؟ ولا ممكن نقف مع بعض ايد واحده قصاد الاحتلال الاخواني؟ والحمد لله النهارده بنحتفل، النهارده بنفرح. ما شلناش فرد، احنا شلنا جماعه، شلنا احتلال. ربنا يسهل ويسترها على مصر ونقدر نكمل الفتره الجايه ديت. عندنا شغل كتير، عندنا مجلس رئاسي لازم يتعمل، عندنا دستور جديد لازم يتوضع. الدستور هو اللي هيخلينا فعلا نوصل الحقوق لكل اللي يستحقوها فعلا. محدش يسرق حد. من حقنا نفرح، من حقنا النهارده نفرح. كل اللي ما نزلش النهارده ندم شديد، ندم عمره. انت زي ما انت شايف فرحه الناس عامله ازاي. الناس فرحانه، الناس يمكن فرحتها اكتر من فرحه خلع مبارك. وده الغريب في ايه؟ مبارك على الاقل كان رئيس كفرد، ليه عصابته وليه اللي تحت منه، انما ما بيأتمرش بامر رئيس ليه. انا مش عايز رئيس ليه رئيس، انا عايز رئيس اللي عنده كرامه، قراره من راسه بس كده. الناس دي النهارده بنشارك الناس، بنحتفل معاهم، بنسجل لقاءات معاهم، بنفرح معاهم، واعتقد ان الفرحه باينه في الشوارع كلها. ولا انت ايه رايك؟ انا رايي انا قلت قول لي انت بس عايز تقول ايه للقوات المسلحه اللي شرفتنا النهارده؟ والله القوات المسلحه ده جيش مصر، كفايه انه اثبت مش ان هو مش جيش نظام، ولاؤه للشعب المصري، ولاؤه مش لاي نظام ولا اي رئيس ولا اي فرد. احنا اولادنا واخواتنا واصحابنا وجيراننا في الجيش المصري، ما ينفعش ان انا اشك فيه لحظه واحده. حتى وان كان لينا ملاحظات على المجلس العسكري في وقت من الاوقات ده، لان احنا مش عايزين الجيش يدخل اللعبه القذره اللي اسمها لعبه السياسه. خليه بعيد ويقوم بدوره بس كده. فاحنا بنقول له متشكرين جدا ان انت وقفت مع الشعب مع الناس. عايز تقول ايه اللي الى الان قاعد في البيت وما فكرش انه ينزل؟ زي ما انا قلت ندم عمره، ندم كتير قوي. هيقعد يقول يا ريتني كنت معاهم، زي فيلم الطريق الى ايلات، يا ريتني كنت معاهم. فعلا النهارده يمكن احنا علشان زي ما انت عارف طبعا ان احنا من يوم 30 نزلنا الميدان، بنرجع ونروح ونرجع ونروح، بننزل بنفرح مع الناس. لو تلاحظ اليومين اللي فاتوا صوتنا كان ضايع خالص من الهتافات وما زال بس ما كانش ينفع ان احنا الليله الكبيره اللي احنا مستنيينها كلنا انها تعدي كده مرور الكرام. زي ما تعبنا وهتفنا وكنا زعلانين ودمنا محروق، قلنا نفرح النهارده. تحيا مصر يا تيام، تحيا مصر، تحيا مصر.